بيبدأ مسلسل النهاردة مع يونج وهي قاعدة مع داني أختها، وهي المسؤولة عنها وعن كل حاجة تخصها من أول ما اتولدت. وده بعد ما والدهم اتوفى من 7 سنين فاتوا وبقوا عايشين لوحدهم. ويونج اشتغلت في وظايف كتير جدا جدا، وناس كتير نصبت عليها ومحدش بيساعدها أبدا. ومرة لقت تليفونها بيرن وحد بيقول لها إنه عايزها تشتغل عنده، وفرحت طبعا جدا. وطبعا يا فرحة ما تمت، واكتشفت انه عايز يضحك عليها برضو هو كمان، ويديها فلوس قليلة واتعاركت معاه برضو. وفي نفس الوقت صاحبة البيت خبطت عليها وعايزة الإيجار بتاعها، وبتقول لها انت اتأخرتي عليا 3 شهور وده كتير قوي. وقالت لها ان لو ما دفعتش النهاردة هتكون مضطرة تطردها خالص. وقالت لها والله انا معيش فلوس دلوقتي، ولازم الاقي شغل علشان ادفعلك اللي انت عايزاه. قالت لها ان مشكلتها دي بره عنها، وانها ملهاش اي ذنب في كل ظروفها دي، وان في خلال 24 ساعة يا الايجار يا تلمي حاجتك وتمشي. وبتحاول تاني معاها انها تديها شهر واحد حتى، وبتقول لها اصبري عليا الشهر ده بس وعديكي كل اللي عليا ومقدم سنة كمان. فالست قالت لها ان معاكي لحد اخر الاسبوع، غير كده هكلم الشرطة وهم بقى يتصرفوا معاكي. وقالت لها انها هتفضحها في الشارع ومش هتخلي حد يسكنها عنده تاني. ويونج قاعدة بتفكر هتتصرف ازاي بقى، والست دي سهل تنفذ كلامها فعلا، وكل اللي هممها الفلوس، وانها ست شرانية بصراحة ومش حاسة انها هتكون طيبة خالص معاها. وقررت تدور على شقة تانية تنقل فيها هي واختها على اخر الاسبوع بالكتير. بس قبل ما تتفرج على شقق بتعدي تجيب داني من المدرسة، وشافتها وهي بتتخانق مع زمايلها اللي بيتنمروا عليها علشان هي يتيمة ومعندهاش اب، ومش هتروح معاهم حفلة التخييم. راحت لاختها تسألها مين العيال اللي زعلتك دي، وليه سايباهم كده ومش بتجيبيهم من شعرهم وتاخدي حقك منهم، المفروض تديهم قلمين على وشهم يعني اقل حاجة. وقالت لها انها اتعودت على التنمر ده، وانها وحيدة ومنبوذة. حست بالذنب قوي من ناحية اختها، وانها قصرت مع اختها كتير، علشان كده قررت تجيب لها حقها. وقالت لهم ان داني هتشترك في حفلة التخييم غصب عنهم، وانه ملهمش دعوة بيها خالص. وداني فرحت ان اختها بتدافع عنها، وزادوا في التنمر اكتر وقالوا هتشتري خيمة لاختك ماشي، بس هتشتري ليها اب كمان. وفضلوا يتريقوا عليهم هما الاتنين، علشان كلنا ابهاتنا هتكون معانا وهنلعب وهنرقص وهنعمل كل حاجة نفسنا فيها. الدور باقي عليكي انتي واختك وانتوا ما عندكمش اب كده. واستغربت المجانين دول وان عندهم كام سنة علشان يعملوا فيها كده. طلعت تجري ورا الاطفال، وداني مصممة حصل خير هتفضحينا في المدرسة، وكمان كفاية بتنمروا عليا هيقولوا اختي مجنونة يعني بعد اللي هتعمليه ده. وقالت لها ان لازم اعلمهم الادب علشان محدش من اهلهم عرف يربيهم، فهربيهم انا بنفسي. وداني صممت، واختها قالت لها براحتك اعملي اللي انت عايزاه بقى، بس طبعا زعلت جدا منها. بعدها طلعت على القهوة تشوف شغلها مع صاحبها ليو، الشاب الوحيد اللي في حياتها، وهو وقف جنبها في حاجات كتير من وقت ما أهلها ماتوا. وفضلت تحكي له عن صحاب داني في المدرسة، وإنها متضايقة جدا، وقالت له إن علمتهم الأدب أصلا. وحكت إن الست اللي في البيت كمان عايزة الإيجار، وإن آخر الأسبوع عايزة تمشيها. وقالت له إنها فرحانة إن علمت العيال اللي في المدرسة الأدب رغم إن أختها زعلت. والله طيب ما هما ممكن يقرروا يزودوا التنمر ده. وبدأ ضميرها يأنبها برضه ناحية الحوار اللي حصل. وقالت له طيب اعمل ايه علشان اصالح داني دلوقتي. وقال لها انه هيساعدها وهيرجعها بدري النهارده من الشغل علشان تعمل لها مفاجأة، وكمان اديها فلوس تشتري لداني الاكل اللي بتحبه، وانها تجيب لها هدايا والعاب وتعوضها عن اللي حصل في المدرسة النهارده، وانه هيكمل الشيفت مكانها. داني فضلت تلف في الشارع كتير ومش لاقية حاجة تعملها وهي وحيدة ومعندهاش أصدقاء. وشافت أب وبنته بياكلوا في محل بيتزا وجذبوا انتباهها، وفضلت تبص عليهم كتير من بره. نادى الراجل صاحب المحل وقال له شوف صرفة في البنت اللي واقفة بره دي، مش عارفين ناكل اللقمة أنا وبنتي. صاحب المحل اتعصب وراح يتعارك مع داني علشان واقفة اللي هي واقفاها، وبيقول لها امشي من هنا، وفين اهلك وايه اللي جابك هنا اصلا. قالت له انا ما عنديش اهل يا عمو، انا وحيده اصلا واهلي كلهم ماتوا. بس هو مهتمش بكل كلامها وقال لها باين على شكلك امشي بقى من هنا. اتضايقت جدا. وفي الوقت ده جون كان معدي وشاف الطريقه اللي صاحب المحل اتكلم بيها مع البنت، وكان متضايق جدا وجاب اخره وراح هزقه. وقال له ده انت لو حيوان مش هتتصرف بالطريقه دي مع بنت صغيره. وقال له انت مين انت وايه دخلك اصلا. قال له انا ابوها عايز حاجة تاني، ولو كلمتها كده تاني هكسر عظم وشك.
الراجل خاف وقال له ما كنتش اعرف انها تبعك يا باشا، انا اسف. وراح يسأل داني نفسك تاكلي ايه، اختاري وانا عجبهولك حتى لو المطعم كله ما يهمكيش الفلوس. فرحت داني قوي بالقرار ده وحبت انها تاكل اكبر بيتزا جوه، وقالت له اهم حاجه ناكلها انا وانت. وفي نفس الوقت ده كانت وصلت يونج البيت وعملت لداني الاكل اللي بتحبه كله، وقعدت مستنياها وبعتت لها رساله. داني وصلت وهي مبسوطة وفرحانة واستغربت يونج وسألتها كانت فين وإيه أخرها كده. اتهربت منها وقالت لها إنها كانت متضايقة شوية وقررت إن هي تلف في الشارع لحد ما تبقى كويسة. اعتذرت يونج على طريقتها في المدرسة وعن اللي حصل النهاردة، وقالت لها حضرتلك الفراخ وكل الأكل اللي بتحبيه علشان تكوني قوية وتقدري تدافعي عن كل المتنمرين دول. قالت لها لا شكرا، ماليش نفس لأي حاجة. قالت لها انت لسه متضايقة مني؟ قالت لها لا، ما بقتش مهتمة بالمتنمرين دول ولا بكلامهم، انا عايزاكي في موضوع تاني خالص. قالت لها خير قوليلي. قالت لها لا، المرة دي خير بجد. هسألك سؤال كده وتجاوبي بصراحة، ما نفسكيش كده يكون عندك أب طويل وعريض؟ قالت لها طبعا. قالت لها وأنا كمان. يونج قالت لها وأنا عملت أي غلط؟ أكل وجبتلك، مصاريف واديتك، هدوم واشتريت، وعملت كل حاجة أنت عايزاها. ساعتها عرفتها وقالت لها انت يا يونج ما قصرتيش في اي حاجه معايا، لكن انا وانتي محتاجين لاب. قالت لها معاكي حق، بس هنجيبه منين؟ فرحت داني قالت لها انا هجيبهولك لحد عندك. استغربت البطله وفكرتها بتهزر وقالت لها ان شاء الله يكونوا 5 واحنا هنقول لا. ما صدقت داني وقالت لها لا هو واحد بس مش 5. قالت لها استنيني بس وهتعرفي كل حاجه. وفجاه لقيت لراجل غريب لابس نظاره. قال لها حضرتك الاستاذه يونج؟ وقال لها انا جايلك في كل خير والله فعلا. وقال لها انا سمعت انك بتدوري على اب. وهي استغربته وقالت له انت شارب ايه على الصبح، احنا في مكان شغل. وقالت له ان هي كبيره وكان عندها اب واحد ومات خلاص. وقالت له انها مش محتاجه اي حاجه غير انها تدفع ايجار للشقه $100 بس. وقبل اي حاجه لقيت شاب وسيم وكاريزما، وكل البنات اول ما شافته عجبها جدا وعينيها ما نزلتش من عليه. وراح ادى ليونج الكارت بتاعه. وقالت له اعمل ايه يعني بالكارت ده؟ قال لها ده انا هكون ابوكي. قالت له ان انتوا شكلكم بقى مجانين، وهو انتوا كلكم عبط كده النهارده؟ راحت معاه تشوف ايه العبط اللي بيقوله ده، ولما عملت سيرش عنه اكتشفت انه غني جدا جدا وعنده شركة كبيرة و5 عربيات. من الاخر يعني هو غني غنى فاحش. وقالت له هو ايه اللي يخلي شاب وسيم زيك كده يجي يقول لي الكلام ده؟ قال لها المهم انت تعرفي واحدة اسمها داني؟ قالت له اه طبعا اعرفها، دي اختي الصغيرة وانا اللي مربياها من ساعة ما اهلنا ماتوا. وقالت له انت تعرفها منين؟ ونادى السكرتير بتاعه وقال له يا عم اديها العقد وخليها تمضي. قالت له عمدي على ايه؟ قال لها امضي بس وخلصينا. ونرجع ليوم المطعم اما اكتشف انها بنوتة كيوتة خالص واتصاحب عليها، وهي ارتاحت معاه وحكت له قصة حياتها، وانها يتيمة ووحيدة ومنبوذة وما عندهاش غير اخت واحدة مش بتسأل فيها غصب عنها برضو، وان اصحابها في المدرسة بيتنمروا عليها، وهو حاول يفرحها يومها. واستغربت وسألته ايه ممكن يخليك تعاملني بطريقة حلوة كده؟ هو انا مثلا صعبت عليك او فكرتني متشردة؟ ولا انت مثلا ممكن تعمل حاجة مش كويسة مع البنات؟ واستغرب ان اصلا البنت الصغيرة بتتكلم وهي فاهمة قوي كده، وازاي فاهمة عموما كل حاجة وبتتكلم انها حد كبير قوي كده. قال لها وانا شكلي ده شكل واحد مجرم او حد يأذي حد يعني؟ قالت له لا، بس ممكن بتاخد احتياطاتك يعني برضو. وقالت له حتى لو انت بتفكر تعمل حاجة فانت قمر وانا مسامحاك ومش هبقى زعلانة، ويلا ناكل علشان انا جعانة قوي. وما كانتش عارفة تقطع لنفسها الاكل. قام هو ساعدها واعترفت له انها مش جعانة. قال لها طيب ليه كنت بتبصي على الاكل بره؟ فقالت له انها كانت بتبص على الاب وبنته وغيرانة منهم، لان عمر ما كان عندها اب ولا عيلة غير اختي اللي حكيت لك عليها انها مشغولة دايما علشان تقدر تصرف علينا. واتضايق جدا وعرض عليها انها تكون بنته. اتصدمت وقالت له ازاي وليه؟ قال لها انه محتاج يكون عنده بنت وانتي محتاجة اب معاكي، فاعتقد ان احنا الاتنين هنكمل بعض. فرحت ووافقت وكانت فرحانة اخيرا ان هيكون عندها اب. وبطلتنا عرفت الحكاية وبتقرا العقد وبتقول له اختي مجنونة، مفيش حد عاقل ممكن يعمل اللي هي عملته ده. وقالت له انت ازاي اصلا صدقت بنت عندها 7 سنين وتديها امل في حاجة زي دي على الفاضي؟ قال لها لا فعلا انا مش بضحك عليكم خالص والله. قالت له انا ممكن ارجع البيت احذرها من الهطل اللي هي فيه ده، وانت على الاقل تقرب منها تاني باي شكل من الاشكال، ولا حتى تروح عند المدرسة وانا هفهم داني الكلام ده كله. ولا كلامك ده كله على الفاضي فعلا، واصلا داني وقعت العقد معايا من وقت ما كنا قاعدين سوا. وقالت له انا هتكلم مع اختي في الموضوع ده. قال لها بلاش تكبري الموضوع قوي كده، واضح قوي ان اختك محتاجة اب جنبها فعلا يعني مش مجرد كلام. يعني انت مقتنع ان بفرق السن البسيط ده
اقول لك يا بابا انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ قال لها مالنا بالناس، احنا الاتنين مستفيدين، اختك محتاجة اب وانا محتاج بنت. قالت له انا همشي معاك اختي وانا فاهمة دماغها، انت عايز يكون عندك بنت ليه؟ قرر يعترف بالحقيقة وقال لها ان جدته سابته شركة كبيرة وكانت كاتبة في الوصية ان هو اللي ياخدها، بس عمه كانج طلع له زي الخازوق وقال له يا ابني انت مالكش حاجة ومش هتاخد اي حاجة غير اما تتجوز وتخلف، لان دي كانت وصية امي وانا ابنها. وبقول لك واما اتناقشوا مع المحامي عرفوا ان انسب حل ان هو يعمل تمثيلية انه كان متجوز قبل كده ومخبي بنته عن الناس ويقدمها ويكسب القضية وياخد الشركة من عمه كانج الخنزير، والمفروض انها تتعاطف معاه. بس قالت له بكل برود مالي انا واختي بقى بالحوارات دي كلها، حل مشاكلك بعيد عننا، احنا والله مش ناقصين حوارات. حاول يفهمها ان جدته كانت بتحب الشركة دي قوي وان كانج طمعان فيها وعاوز يدمرها. قالت له خلاص سيبني هفكر وهرد عليك. قال لها انا مجهز لكم بيت تقعدوا فيه براحتكم وان كل اللي هيحصل ده هيكون لمدة شهر واحد بس. وفكرت في الكلام وقالت لنفسها طيب ما ده عرض كويس قوي، هكون غبية لو ضيعته. راحت تتناقش مع ليو صديقها الوحيد علشان توصل لحل، وقالت له اعمل ايه دلوقتي؟ اسمع الكلام وخلاص علشان اختي؟ قال لها من رأيي انك تبعدي عنه وان كلامه كله مش منطقي خالص وما يدخلش عقل حد. ازاي واحد من اللاشيء كده يقرر يبقى ابو واحدة يعني؟ وانا من الاول ما كنتش مستريح له خالص. بس هي شافت داني وازاي متحمسة يكون عندها اب زي اصحابها، راحت ودتها ليه. واما وصلوا البيت لقوا واسع وجميل قوي قوي، وهي كمان انبهرت ببيت واسع وجميل عمرها ما كانت تحلم تقرب منه حتى. بطلنا قال لها هنحط قواعد علشان نعيش سوا. قالت له انا كل ده فاكرة ان داني بس هي اللي هتعيش، انا عايش معاك ليه؟ قال لها مش هقدر اربي داني لوحدي، لازم تقعدي تهتمي بيها. وافقت بس طلبت منه ان يأجل حوار القواعد ده شوية لحد ما تاخد على البيت. ومر 3 ايام وبطلنا ما قصرش وبيدي مصروف وهدايا وبيعمل كل حاجة. واما عرف كمان ان في رحلة تخييم تبع المدرسة حجز ليها واستغل الوقت وقال لبطلتنا ان داني مشيت واعتقد ان ده وقت اننا نحط قواعد مع بعض. قالت له ماشي. قال لها اولا ممنوع تقربي من هدومي خالص، وقالت تمام وانا غلطانة ان كنت بغسلهم. وقالت له وانت كمان ممنوع تقرب من اي حاجة بتاعتي. وقال لها وكمان صوتك ما يعلاش في بيتي، فاهمة ولا لأ؟ قالت له فاهمة طبعا. راحت تطمن على داني وقالت لها عاملة ايه في المخيم يا داني؟ قالت لها كل حاجة كويسة وان باباها كلمها من شوية وبعت لها فلوس وهدايا كتير وبعت لأصحابي كمان وهم كمان بدأوا يحبوني وكمان محدش بيتنمر عليا خالص، وكانت مبسوطة قوي. راحت البطلة تشكره فعلا انه بيعاملها اكنها بنته، وشافت حشرة وكانت مرعوبة وقعدت تقوله موتها بسرعة، وهو كان مرعوب اكتر وعمال يقول لها انا مالي موتيها انتي. والاتنين مرعوبين والاتنين استخبوا. روح انت عزيز المشاهد اقتلها بقى. وبعد حوارات كتير وهما الاتنين اصلا مرعوبين راح هبد الحشرة بكشكول وماتت فعلا. راحت كلمت ليو وقالت له انه قتل الحشرة. قال لها بجد؟ طيب وهو اصلا بيعمل ايه عندكم في البيت؟ مش قلتلك تقطع علاقتك بيه اصلا؟ قالت له ده انا نسيت احكي لك يا لهوي عليا، ده انا عايشة معاه بقالي اسبوعين يا جدع. وقبل ما يبهدلها ليو لقيت راجل غريب جاي عليها بيقول لها انت مين يا شاطرة وبتعملي ايه هنا؟ اتوترت وقفلت السكة مع ليو في ساعتها وقالت له انت مين يعني؟ وقبل ما تعك الدنيا بطلنا وصل وقال له عمي كانج ايه جابك هنا وعاوز ايه مني؟ قال له برن عليك بقالي اسبوع مش بترد ليه عليا وجيت اطمن عليك لقيت الحلوة دي هنا. هي مين بقى وتقرب لك ايه؟ قال له دي الخدامة بتاعتي طبعا يا عمي، انت عارف مش بعرف ارتب البيت لوحدي. اتضايقت البطلة من كلامه وحست ان هي قليلة قوي اما قال انها الخدامة بتاعته، وقالت لنفسها وانا اللي كنت فاكرة ان هيقول مراتي ولا اختي ولا اي حاجة، يعني ايه خدامة دي؟ وفي الاول والاخر انا فعلا خدامة وفعلا بخدمه هو وداني. وبالرغم من احساسها ده الا انها سابتهم ومشيت وعادي. وبطلنا مهتمش قوي يسأل كانج قوي هو كان عايزه في ايه، بيقوله انه كان عايزه في موضوع مهم وضروري وشكل الموضوع كده مش هينفع هنا انهم يتكلموا في حاجة ولازم نتكلم على انفراد في الشركة بعدين. وبيطلب من المساعد بتاعه انه يحط عينه على بطلنا لانه حاسس ان في حاجة ورا البنت دي وانه شاكك انها مش خدامة، لا وانه بيكذب عليه. بعد ما مشي كانج راح بطلنا على بطلتنا وقال لها انه ما كانش عارف يقول ايه علشان كده قال عليها خدامة، غير كده كان هيطلع علينا اشاعات وسمعتنا هتتدمر وهيعرف ان دي تمثيلية وان داني مش بنته. قالت له عادي وانها اصلا مش مهتمة. راحت تقابل ليو وكان باين قوي عليها ان في حاجة، قال لها احكي لي ايه اللي مضايقك، ايه اللي حصل؟ اتهربت منه وقالت له ان مفيش اي حاجة. انت بقى مالك متعصب عليا ليه؟
قال لها مثلا علشان كسرتي كلامي ورحتي عشتي مع واحد انا حذرتك منه وقلتلك اني مش مستريح له. قالت له ايه مضايقك يعني؟ انت ليه محسسني ان فرد من العيلة عندك؟ اتهرب منها وقال لها بعدها هو انت مش ملاحظة يعني ان انا بحبك وعرضت عليكي ان ادفع الديون اللي عليكي وكمان هوفر لك انت واختك مكان تعيشوا فيه عندنا في البيت معايا انا ووالدتي كمان، وانت اللي رفضتي وقتها العرض ده. اعتذرت وقالت له انها عملت كده علشان داني حبته وهي مش هتعرف تكسر فرحتها انها لقت اب اخيرا، وان داني دلوقتي بتعيش طفولتها زيها زي اي طفل، على الاقل مش حاسه انها اقل من صحابها في حاجه، لكنه بيغير اكتر وبيقول لها خلاص اعملي اللي انت عايزاه يعني براحتك. بيتعصب عليها وبيقوم وبيسيبها، وبتتعصب هي كمان وبتقوله حتى انت كمان انك ما بقتش عايزك تكون صاحبي، ابعد عني زي ما كلكم بعدتوا عني. قعدت مع نفسها وعرفت انها كانت غلطانه، فراحت وراه على المقهى واعتذرت انها زعقت معاه وقالت له انها ما كانتش تقصد اي حاجه، وانا عارفه انك بتحبني لكن مفيش في ايدي اي حاجه اعملها. داني مبسوطه مع جو وانا اهم حاجه عندي هي وانت عارف. فبيسامحها ومره واحده شافوا اتنين داخلين المحل وبيقولوا انت بقى اخت داني؟ قالت لها اه حصل حاجه. قالت لها اختك ضربت عيالنا علقه موت. استغربت وقالت ازاي ده يطلع من داني، وان اصلا عيالكم هم اللي دايما متنمرين عليها وهم اللي دايما بيضايقوها مش هي خالص. وقالت لهم مستحيل داني تعمل كده ابدا، وقالوا لا عملت واختك اصلا تربية شوارع ومسكوها تهزيء بالكلام، وان انت معرفتيش تربي وان ده نتيجة الاهمال في التربية. ليو ما قدرش يستحمل اكتر من كده ولسه هيتعارك معاهم. لقوا جو داخل كده من الباب وبيقول لهم انتوا مين ومين اللي سمح لكم انكم تعلوا صوتكم عليها؟ انتوا ما تعرفوش ان وراها راجل ولا ايه يعني؟ واحدة بتقول له هو انت بتدافع عنها قوي كده ليه؟ هو انت المحامي بتاعها ولا ايه؟ قال لها انا ابو داني وعرفت ان عيالكم بيتنمروا عليها وهوديكم في 60 داهية وهقدم فيكم شهوة وهبهدلكم في المحاكم انتوا وعيالكم اللي معرفتوش تربوهم منك ليها. وطلع الكارت بتاعه ليهم، وهنا طبعا جابوا ورا وده لازم لانهم شافوا انه حاجة كبيرة وهيبهدلهم فعلا. وبدأوا يعتذروا اما عرفوا انه غني وايده طايلة وممكن يبهدلهم فعلا. وقال لهم شايفين اللي انتوا بتتعاركوا معاها وبتعلوا صوتكم عليها دي؟ هتروحوا تتأسفوا لها وشرط أساسي عندي إنها تسامحكم، يا إما انتوا أحرار بقى وانتوا اللي جبتوه لنفسكم. وعملوا كده لحد ما بطلتنا رضيت وقالت لهم ربوا عيالكم دول بقى معلش، وقالوا احنا هنربيهم ومش هنخليهم يقربوا تاني من داني. وطبعا اتأسفوا لجو وقال لها خلاص ما حصلش حاجة، وودع بطلتنا وقال لها انه هيستناها في البيت. وهي من بعد اللي حصل اعجبت بيه اكتر من الاول لان بقى عندها شخص يقدر يدافع عنها ويطلع عين التخين، ومش هيسمح لحد في الدنيا دي كلها ان يدوس لها على طرف. علشان كده اول لما بترجع للبيت بتروح تشكره على اللي عمله معاها في المقهى، قال لها ان ده الطبيعي يعني وهو ما عملش حاجة زيادة واللي المفروض كان يعمله. وبيقول لها انه وعدها قبل كده ان هو هيحميها هي وداني مهما حصل، وبيستغل الفرصة وبيطلب منها انها تخرج معاه في موعد، واخدها على المخزن القديم بيوريها الحاجات اللي اشتراها كلها علشان يبقوا يعملوا تخييم كلهم مع بعض لما داني ترجع ويفرحها. وطبعا هي فرحت لانه دايما بيفكر في داني وازاي يفرحها ولطيف معاها جدا جدا وبيعملها احسن من الاب كمان. وبتقوله ان دي اكنها بنتك الحقيقيه مثلا يعني. بيقولها ان هو بيعتبر داني فعلا بنته وان دي اقل حاجه هو يقدر يقدمها لبنت كيوتا زيها، وان هو حبها اصلا من اول يوم شافها فيه وقعدوا اتكلموا سوا. بيستغل الفرصه وبيطلب من بطلتنا يتكلموا مع بعض شويه علشان يتعرف عليها ويعتذر لها عن اللي حصل اخر مره لما كان عمه هنا. انا كان نفسي اقول اي حاجة تانية غير انك خدامة وانك شخص مميز جدا ومراتي كمان، لكني كنت مضطر اعمل كده عشان انا حكيت لك حوار الشركة. فبتفهم بطلتنا ان هو بدأ يعجب بيها، فاستغلت الفرصة وبتسأله بصراحة لو عنده مشكلة لو حد شافهم مع بعض يعني. بيقولها ان هو ما بقاش بيهتم اصلا وبيتمنى يقول للكل دلوقتي ان هم عايشين مع بعض واسرة واحدة، ومش هيقول لحد تاني انها خدامة، بالعكس هيقول انها شخص مهم قوي في حياته. وبتفرح جدا بالكلام ده وبتقوله ان عاوزة تتعرف عليه اكتر، وبتسأل عن لونه المفضل. بيقولها ان هو بيحب اللون الوردي قوي، وبيسألها هي كمان عن لونها المفضل. بتقوله انها بتحب الازرق قوي. صاحبنا لسه بيسألها بتحب ايه كمان، بتقوله انها بتحب داني ومستعدة تعمل اي حاجة علشان تفرحها وبس وتشوفها كويسة. اتوتر كده وبيقرر يعترف لها اخيرا ان هو معجب بيها، فبتعمل نفسها عبيطة وبتقول له قصدك يعني معجب بيا شبه اختك صح؟
بيقول لها اه طبعا، وبيغير الموضوع وبيقول لها انه معجب بشخصيتها عموما لانها ربت اختها من وهي صغيرة وما سمحتش لحد ان يتدخل في حياتها. عملت كل اللي تقدر عليه علشان تصرف عليها وتعيشها في مستوى كويس، ودخلتها مدرسة وما حرمتهاش من أي حاجة. علشان كده هو معجب جدا بشجاعتها. بنت قوية قوي إنها تقدر تعمل كل ده لوحدها وإنها تشيل المسؤولية دي من غير وجود راجل في حياتها، وقدرت تصمد كل ده لوحدها. واعترف لها إن هو كمان يتيم، والدته توفت وهو صغير ومعرفش أي حاجة عن والده، وجدته هي اللي ربته. علشان كده عايز يحافظ على الشركة لأنها آخر ذكرى ليها، والحاجة الوحيدة اللي فضلت له من جدته هي الشركة دي. بطلتنا بتتأثر بكلامه وبتحس إن هو صادق وكان بيحب جدته من قلبه، علشان كده بتعجب بيه أكتر وبيبدأوا يضحكوا ويهزروا ويتكلموا على طول. وفجأة بيظهر شخص غريب وهو بيصورهم مع بعض، لكن للأسف مفيش أي حد منهم لاحظ الموضوع ده خالص. في اليوم التاني بتيجي داني من رحلتها أخيرا، فبتجري بطلتنا علشان تستقبلها تشوفها فرحانة وبتسأل عن السبب. بتقول لها داني إن بطلنا عدى عليها وخدها أصلا من عند المدرسة وجاب لها هدايا كتير وألعاب هي وأصحابها، وإن زمايلها كلهم فرحوا كمان، وإنها ما بقتش حاسة إنها أقل منهم، ومحدش بقى يتنمر عليها أو يعايرها إن هي ما عندهاش أب. فبتشكره قوي بطلتنا وبتفرح داني وبتحضنهم هما الاتنين، وبيظهر نفس الشخص وبيصورهم تاني هما التلاتة مع بعض. وبرضه للأسف محدش منهم لاحظ الحوار خالص. وبيسمع كمان داني وهي بتقول لبطلنا يا بابا، فبيتصل بسرعة على كانج وبيقول له الحق ده طلع أب، وبيطلع الخنزير اللي بيصورهم هو سكرتير كانج. في نفس الوقت ده بيكون بطلنا قاعد بيشرب قهوة في أمان الله، فجأة بيلاقي بطلتنا نازلة من فوق وهي لابسة فستان وردي شكله زي القمر. بيقول ايه ده، شكلك ناوية تغريني ولا ايه؟ اللون اللي انا بحبه، يا نهار ابيض، لابساه كده علشاني لاني قلت لها امبارح ان انا بحبه، اكيد اكيد. بس بتطلع من احلام العصر بتاعته وبتقوله انها رايحة تحضر فرح صاحبتها، يلا ما تتأخريش لاني محضرلك مفاجأة جميلة جدا بعد ما بترجعي. وبعدها بيروح يقابل المساعد كيم اللي بيسأله ناوي يعمل ايه في الاجتماع الجاي، ولو فعلا هيعرض عليهم ويكملوا في المسرحية. فبدأ يتوتر بطلنا لأنه وقع في حب داني وأختها ومش عاوز يعرضهم لخطر لأنه عارف إن كانج مش هيسيبهم في حالهم. وبيقوله إن هو مش عارف دلوقتي يعمل إيه بعد ما اتعلق بيهم جدا. فبيحكي لكيم إن حياته اتغيرت جدا بعد ما اتعرف على البنتين دول، وقلبوا حياته من شخص بارد لشخص حنون، من أبيض وأسود لكلها ألوان وردي. وبقى بيضحك أكتر من الأول، فما ينفعش يعرضهم للأذى ولا يفرط فيهم. كيم بيعرف إن دي حقيقة فعلا وإن هو اتغير خالص، فتأثر بطلنا بكلامه لأن كل كلمة قالها صح. وبطلتنا فعلا أثرت فيه جدا وغيرت حياته للأحسن هي وأختها، وبقى عندها سبب إن هو يعيش علشان كده بيقرر النهاردة يعترف لها بحبه ويطلب منها إن هم يرتبطوا رسميا قدام الكل، وما بقاش يهتم بأي حد تاني حرفيا، ولا الشركة ولا كانج ولا أي حاجة. المهم إن هو يعترف لها بحبه وإنهم يعيشوا سوا ويحققوا كل حاجة نفسهم فيها سوا، وده بالنسبة له كان أهم من الشركة ومن أي حاجة تانية. في نفس الوقت بعد ما بتخلص بطلتنا الفرح بيعرض عليها ليو إن هو يوصلها، وفي الطريق بتقوله إنها جعانة فبيعزمها على العشاء على حسابه. بس فجأة بيرن الموبايل، ولما بترد بتعرف إنه اتسرب صورة مع بطلنا والناس مطلعة عليها إشاعات إنها خدعته وضحكت عليه علشان يرتبط بيها. لا وكمان بطلنا مترحمش والشركة اتقلبت عليه، وكلها فوضى دلوقتي وحرفيا الدنيا بايظة على الآخر. فاتصدمت وما بقتش عارفة تعمل إيه. فحاول إن هو يهديها خالص وبيقول لها إنه جنبها ومش هيسمح لحد يتكلم عليها كلمة واحدة ولا حتى يأذيها. وبيروح ياخد حاجتها وبيقول لها من النهاردة هتعيشي معايا، فكك بقى من شغل بتاع بطلنا ده، انتي وداني هتعيشوا معايا ومش هسمح لحد ان يأذيكوا ابدا. وهو ده ليو الشهم ولا بلاش. وبيتصل على والدته وبيطلب انها تروح تجيب داني من المدرسة، وبيوعد بطلتنا ان هو يسدد كل الديون اللي عليها وهتعيش معاه هي واختها. بس قبل ما تتحرك بيوصل بطلنا في اخر لحظة وبيوقفها وبيقول لها ان هو رن عليها كتير ليه ما ردتش عليه ولا مرة، وبيعرفها ان هو عاوز يتكلم معاها في موضوع مهم جدا. بس ليو بيتدخل وبيقول له كلامك معايا انا، عاوز منها ايه؟ سيبها في حالها بقى، كفايه اللي انت عملته. بطلنا بيتعصب وبيقول له معلش يعني مين حضرتك علشان تتكلم معايا بالاسلوب ده؟ انت كنت الواصي عليها ولا من بقية عيلتها؟ سيبها هي تتكلم، ليها لسان يعني، ولا هي عينتك محامي نيابة عنها؟ ليو بيتعصب وبياخد الصدمة من اسلوبه وبيقول له انا مش جاي هنا علشان اتهزق، وبيطلع كل اللي جواه مرة واحدة
وبيقول له حضرتك بتسأل انا مين؟ انا الشخص اللي حبها لمدة 7 سنين. انا لما كانت بتقول لي كلمة حلوة بس بحلم بيها ايام، وانه كان مخبي كل حاجة من ناحيته ليها. عرفت انا مين؟ انا اللي احميها، بالعكس مش انت اللي بتستغلها مش اكتر. بطلنا وقتها بيحس ان ليو خلاص هيسرقها منه، بيعترف لها فورا ان هو معجب بيها وبيحبها هي وداني، ومش هيقدر يستغنى عنهم، وانه مستعد يطلع يقول للناس كلها ان هو بيحبها ومش بيستغلها ولا اي حاجة. ولو اتمنت دلوقتي القمر هيجيبه ليها، بس ما تتخلاش عني، انا مش هقدر اعيش من غيرك، وهسيبك دلوقتي تفكري وتردي عليا، لكن مهما يكون هفضل برضه مستنيكي وبحبك للأبد. وهنا بطلتنا ما بتهتمش وبتروح مع ليو وبتسأل ايه اللي خلاه يتعصب قوي كده. قال لها ان هو كان بيحبها من 8 سنين وكان كاتم في قلبه ومستني ان هي تلاحظ، لكن انتي غبية، اعمل ايه؟ وكمان في الاخر ضيعتي كل ده ورحتي عشتي مع راجل تاني، وبالرغم من كده ما قدرتش ان اكرهك، بالعكس بقيت بحبك اكتر من الاول، ومستني اللحظة اللي هتبادليني فيها نفس الحب ده وترتبطي بيا واسدد كل الديون اللي عليكي واهتم بداني وابقى اب واخ وصديق وكل اللي نفسها فيه، وحافظ عليكي واحطك في عينيا، ونعمل مع بعض عيلة ونحقق اللي نفسنا فيه من زمان والله. وفضل يتكلم كتير قوي ويقنعها كتير قوي قوي. وهنا للأسف بتقوله انت شخص مميز وبالنسبة ليا زي اخويا اللي تمنيته من الدنيا، وانها فاكرة كل المواقف اللي وقف جنبها فيها، ومش هقدر ان انا احبك اكتر من كده لاني معجبة ببطلنا. وفعلا بالرغم ان انا عارفاه من شهرين بس، لكن غير فيها حاجات كتير وعرفها يعني ايه كلمة حب، خلاها لأول مرة في حياتها تحب شخص وتتعلق بيه أول مرة، أحس بالأمان مع حد. علشان كده عاوزة أرجع أكمل معاه بقية حياتي. وبيشجعها ليه وبيحترم قرارها، وبيقولها إن هو هيفضل دايما يحبها مهما حصل، ولا أنت هتفضلي مهما حصل شخص عزيز على قلبي، وكمان أنا مش زعلان ولا حاجة يعني. وفي نفس الوقت ده بطلنا بيبقى قاعد مستنيها ومستني ردها، لكن عنده أمل كبير إن هي كمان زيه، وفعلا أمله ما بيخيبش، وبتيجي وبتعترف له إنها بتحبه، وهو كمان بيعترف لها إن هو بيحبها من أول مرة شافها فيها. بيعرض عليها إن هما يرتبطوا ويعرفوا الناس كلهم، لكنها بترفض وبتقوله إن لازم يرجع للشركة الأول ويكون مبسوط ويرجع حقه وبعدين يرتبطوا. بيمر شهر على اليوم ده وبينفصلوا هما الاتنين عن بعض، وبطلتنا ما بتعرفش حاجة عنه. في نفس الوقت ده بيبقى بطلنا في الشركة بيعمل عظمة بصراحة عزيزي المشاهد، وبيرجع حق جدته وبياخد الشركة اللي كان بيحلم بيها والحاجة الوحيدة اللي فاضلة من جدته، وبيكشف كانجو قدام الناس وإن هو خنزير وبيلعب في الأسهم وبيحتال عليهم كمان، وإن كل هدفه إن هو يدمر الشركة دي ويبيعها برخص التراب، وبيتفضح قدام الكل في الشركة. وبعد عظمته اللي عملها ده بيعدي على داني يجيبها من المدرسة، وقتها بيشوف بنتين بيتنمروا عليها تاني، فبيروح بسرعة وبيقف معاها وبيقول لهم ايه يا حلوين، انا ابوها، انا ابوها، مالكم بيها بقى؟ ده انا اصلا عامل حسابي ان لو حد فيكم اتعامل معاها بطريقة كويسة عجب لكم لعب كتير وحلويات وتكونوا كلكم اخوات. فبيعتذروا لداني وبيقولوا لها من النهارده احنا هنعاملك على انك صاحبتنا واختنا وحبيبتنا، وابوك العسول ده زي ابونا. اما عرفوا ان الحوار فيه حاجه حلوه بقى واكتر كمان، ده هيجيب العاب وحلويات، فبياخدها وبيروح بقى لبطلتنا، واول لما بتشوفهم بتجري عليه بتساله كان فين. كل ده بيديلها الكارت وبيقول لها كنت بعمله طبعا علشان انا بقيت مدير ورئيس الشركه، الراجل اللي مفيش منه اتنين. ولما بتفتحه بتلاقيه اصلا ان هو عرض جواز، وبيعرف انها لو وافقت هيعمل لها فرح كبير جدا جدا الكل هيحكي ويتحاكى بيه. مش بس كده، ده كمان هيفضل جنبها دايما ومش هيتخلى عنها ولا هي ولا داني، وهيعوضهم عن كل حاجة وحشة شافوها، وعن انهم اتحرموا من الاب كل السنين دي، وعن كل التعب اللي هي تعبته والمسؤولية اللي اتحملتها مع داني لوحدها كل السنين اللي فاتت دي. بتقوله مش محتاجة حاجة يعني انك تعمل كل ده، انا اصلا موافقة من غير ما تتكلم وتقولي كل ده، انا كده كده واثقة فيك. يلا بينا نروح على المأذون بسرعة بسرعة. وبكده يكون انتهى مسلسل عزيزي المشاهد، اتمنى تكون استمتعت معايا. سلام.